الله يسعد مساكم. وهذا شوف اللحم ما شاء الله تبارك الرحمن، لون اللحم اللي بننزل. اول شيء طبعا ننزل على ماي فاتر، ولكن اللي بننزل شنو؟ الهبر تحت، وبعدين ننزل اللي هو القطع اللي هو الجنب. وهذا الحين خلصنا. شوف هذه بسم الله، شوف هذه قطعة الضوء كسرت. شوف تبارك الرحمن، شوف سن الخروف. إذا تبي تطلب عندنا في المطعم، تبي تطلب نص خروف نقدر نقطع لك بهالطريقة، أو تبي ربع خروف، أو تبي كامل عادي، ما عندنا مشكلة. بنزل لكم الحين شلون طريقتها. طبعا هذا نبي نفوحه فوحة، اللي هو راس الخروف نبي نفوحه فوحة واحدة، وبعدين ننزله في المرقة الصفراء ونخليه يطبخ معاها. طبعا الفقرة المعتادة اني اشيل الزفر اللي هو يطلع من الخروف، ما يحتاج عندي شغله بروح اخلصه. شوف ما شاء الله بيض اللحم تبارك الرحمن. بخليه فوحة واحدة. ننظف مرقة اللحم الحين ونضبطها، بعدها بنحط بهاراتنا. عندي مشوار ابو نص ساعة، نص ساعة يجي. لا يسوي فلفل بطاط، مرق اصفر انت سوي، انت يعرف. طبعا مرقة عرفان اللي يبيها يكتب بس باليوتيوب مرقة عرفان تطلع لك جاهزة. اما البطاطا الحين احنا لنا ساعة يطبخ. خلنا نقلب الكاميرا. ما حطينا عليه ولا شيء حطيت عليه، لا ملح لا بصل لا ثوم ولا شيء. بنزل عليه شوية بهارات حب، وبنزل عليه شوية ثوم وبصل، وبخليه ياخذ له كم تقريبا. اللحم تقريبا استوى خلاص. شوف ما شاء الله، شوف لون المرقة بيضاء. شوف هذا اللون الصح للمرقة. طبعا على توصيات الربع لازم شوية صرار حايل، الربع يموتون فيه. خلاص الحين عاد بنزل الملح. طبعا انا احب الشحم هني ازيد عليه الملح فوق، والباقي انزله في المرقة. تصير الشحم شوي مالحة، وقت التحمير تصير شوي مالحة. فلفل البطاط جاهز. يلا الحين بنركب. الحين خلصنا. هذا ملح له. طبعا متى ملحناه؟ طابخ له ساعة هو، نزلنا بهاراتنا وملحنا مرة واحدة. ما شاء الله شوف لون اللحم. افتح شوف يا سلام. شوف لي تكفون شوف لي شلون طريقتها يا ابو حمود. المرقة هذه شلون طريقتها؟ دش واكتب باليوتيوب مرقة عرفان، باليوتيوب تبحث مرقة عرفان، انا منزلها بالخطوات. قرع الله يا ريحتها. الله عرفان لو افتح بس مطعم بس مرق ينجح 100%. ان شاء الله. لف اللون. شنو هذا غاني؟ بلوتوث. وين راس مال الخروف؟ مني جيب راس، نزل مني راس، خليه يشرب المرقة. جيب لا راس الخروف نزله هنية وخله يشرب المرقة. طقه اللون وجه، وطقه اللون وجه ثاني. سلام. الحين كملت قصته صح. انا احب اكل الراس. بخليه يتناشف الحين وبرد. ابى انزل لكم الحين يا جماعه تصوير كثير اللي يكلموني نبي يا ابو حمود عرض 99. افتح يا سلام يا حبه العيش. شوف حبه العيش. تعال يا سلام يا المرقه الصفراء. هذه مرقه عرفان مشهوره اصلا. كيفك وين تبي انت اول منك؟ يلا شوف حبه العيش. ترى احنا نشخص زيتها، حتى اللي يمكن جربوا ذبايحنا او جربوا المطعم عندنا نشخص زيتها فتكون بهالطريقه. شوف هذا لايف الربع شغال الحين، بس انه عاد قاعد اتابعهم. شوف ما شاء الله. شوف ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. يبلحم يبين من داخل. شوف هذا طبعا للربع، لان في ناس راح يدشون عليه يقولون ابو حمود. شوف ما شاء الله. شوف لون اللحم. شوف ابيض. وهذا عيشنا نثري تبارك الرحمن. نزل حشو، والحشو دايم في حتى طبخ الذبايح ترى مخففه اساس تستمتع في لذة العيش. الله يا المرقة. جيب راس. جيب. طبعا الراس بنحطه هني، ونحط اللحم هذا هني على طرف. طبعا هذه مرقة عرفان اللي احنا نسميها ثقيلة. تشوفها كثر ما تبي تزيدها انت بطاطا، تزيدها ماي تصير خفيفة. احنا نحبها بهالطريقة. شوف القرع وهذا البطاط.